كل ما اشوف عن كلام عن مهاجمين في مصر، واللي يجيب سيره ناصر، واللي يجيب سيره وسام ابو علي، واللي يقول فيستون مايلي، برجع بالزمن لاول سنه لعبها معانا باسم مرسي. مهاجم سفاح، اي وضعيه في اي شكل، بيمين وبشمال وبدماغه، ودبل كيك من وسط اتنين، دبل كيك على الطاير، كوره هيخش بيها بدماغه في الشبكه، هو هيجيب جون، يعني هيجيب جون باي وضعيه، باي شكل، باي طريقه ايا تكن. خلاص هو سفاح. جه الزمان هو اللي خرب دماغه شويه ستايلات الشعر والكلام بره الكوره والحاجات دي، بس كان كامكانيات لاعب انا شفتها قدام عيني. انا شفت ازاي باسم مرعب في حته المهاجم دي. مهاجم سفاح. الراجل ده لاعب مع المنتخب 10 ماتشات، جايب 7 اجوان، انا ما شفتهاش في حد، في اي مهاجم جه في تاريخ المنتخب ما شفتش الرقم ده مع حد. لعب 10 ماتشات جايب 7 اجوان فيهم، وما لعبهمش اساسي، ممكن ماتش ولا اتنين اساسي بس. لا يا جماعه، باسم مرسي في حته تانية خالص بالنسبه كامكانيات مهاجم. ماليش دعوه مسيرته باظت بسبب دماغه. كانت مهاجم باسم مرسي احسن من وسام، واحسن من ناصر، واحسن من فيستون، واحسن من اي حد هتقول عليه.